أنا من مكاني ده بوجه اعتذار للمصحح اللي هيصحح الورق بتاع الامتحان بتاعي. فأنا في امتحان اللغة العربية كنت كاتب بخط فرعوني على هيروغليفي، وبنصحك لو سمعني إنك قبل التصحيح تلبس نظارة وتاخد برشامة صداع وتقول الشهادة، وقبل ما تدخل تصحح قول بسم الله وأعوذ بالله من الخبث والخبائث، عشان اللي هتشوفه في الورقة دي مش إجابات، دي طلاسم مكتوبة بخط من بتوع الدكاترة اللي ما بتفهمش منه أي حاجة. ده كمان غير الإجابات اللي هتخليك تنسى اللغة العربية. أما في النحو أنا مخترع نظام جديد في الإعراب، عامل إن كلمة ذهب هي فاعل مرفوع ومنصوب بالضمة. وفي التعبير اللي كان عن النظافة كتبت إن أمي تقول لي دائما نظف غرفتك، وأبي وخالتي، وهكذا إلى العائلة كلها. أما الإملاء فإملائي زي طالب في ثانية ابتدائي مش ثانية ثانوي. في النهاية لو المصحح جاله جلطه أو سكر أو ضغط، طبعا ده مش هيبقى بسببي ولا هبقى أنا السبب،